الفطام تتيلة امتى؟ التتينة، السكاتة، البزازة، الايه، اي حاجة اقول بس فاير. بعد اذنكم رقم واحد، هو انا كل ما اجي اقول فيديو يتقال فيديو تاني بعد منها ونرجع نقول ايه هو ينفع الفيديو الاولاني ولا الفيديو التاني؟ لما انا بقول ايه ما تدوهاش للاطفال وبعدين في فيديو تاني رحت قايل ادوها للاطفال. هو الموضوع كله باختصار، هل هي مفيدة؟ مفيدة لبعض الناس. لكل الأطفال بلاش، عشان تسكت العيال بين الرضعة والتانية ما بيحصلش، عشان خاطر تخلي العيل يتعود عليها عشان يبتدي يهدى وينام. مش كل الأطفال. طب ينفع يتاخد من بداية الولادة لعيل في الحضانة ماشي، أو مبتسر صغير. طيب ينفع أديها لعيل بيرضع طبيعي؟ بلاش منها في أول شهرين، علشان خاطر شهر ونص شهرين، يعني مش لازم الرقم بالظبط، شهر من شهر ونص لشهرين، علشان خاطر التباس الحلمات والعيل الصغير ما يحسش بان النبل بتاعه السكاته امن واحسن واطول واكبر وامن وتظبطه اكتر من مامته. فخدوا بالكم. فكده ميعاد الادخال اللي هو من تاني شهر. طيب اوقفها امتى؟ الصح بالنسبه لي، ولا عايزين الصح علميا؟ الصح علميا معاك لحد من 2 ل5 سنين، تاني من 2 ل5 سنين. ولكن لو انا جيت سالت دلوقتي ان انا خايف على اسنان العيل، بنجيب له السكاته المشطوفه بس برضه حاسس ان في مشكله، فبيقول لحضرتك دي بتضغط فبتقلل معدلات النمو بالنسبه للضب والاسنان في اتجاه معين، فالسنان بتتزاحم في مكان تاني فالشكل بيتشوه. فرجاء من حد بيحاول ان هو يوفر الاصلح بالنسبه لطفلك، 5 6 شهور دخلنا في السبع، التتينه تتقص تترمي. مش هقول اكتر من كده. تقولوا لي عند سن السنه هعمل ان انا ما سمعتهاش، واقول لكم كل ما تشوفوها بالنسبه للعيل بعد سن ال6 شهور كل ما تشوفوها ارموها، وما ترموهاش سليمه، لان ببساطه جدا الام بعد بكى العيل الصغير ممكن تجيبها من الزباله او تبقى تجيب واحده جديده وتغسلها وتديها للعيل من تاني. فرجاء. وده بيحصل مع الاطفال وبيحصل مشاكل كتيره بالنسبه لهم، وممكن نتنازل عن حاجات كتيره قوي احنا كنا بنعملها. فبعد اذنكم، عيلك اديتها لسبب، خلص السبب، ما سيبهاش طول الوقت لمجرد ان احنا بنكبر دماغنا. تكبير الدماغ دوت بيضيع علينا حاجات كتير، وبنضحي بحاجات احلى كتير. شكرا.